الكيكة اليابانية كانت نازلة ترند لفترة كبيرة جدا. لسه مجربتهاش، قلت كده اجربها عشان اقول لكم على مميزاتها واقول لكم على عيوبها، واقول لكم كمان على الغلطات اللي انا غلطتها فيها. هنعمل النهاردة الكيكة اليابانية ب6 معالق بس من الدقيق. هنعمل النهاردة كيكة حلوة جدا، وقبل ما نتكلم عنها كتير كملوا الفيديو معايا، لان هنعمل النهاردة كيكة ب6 معالق بس من الدقيق. مش محتاجين مكونات كتير. هنعمل النهاردة الكيكة اليابانية. نقول كده بسم الله، وبجيب بولة وبحط فيها 6 معالق معيارية من الدقيق. بنخلهم كويس جدا بالمنخل أو بالمصفى كده صغير. لازم تعديهم الأول على مصفى. 6 معالق من الدقيق. لو ما عندكيش هنيجي هكتب لكم كل المقادير بالميزان وبالمعلقة. وعندي بنفس المعلقة معلقة من النشا. وكده مكونات الجافة خلصت. بنخلهم كويس جدا وبعد كده بقلبهم بديهم تقليبه. الوصفه دي ما فيهاش اي بيكنج باودر. بعد كده بجيب نص كوبايه من الزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بسخنه. اهم حاجه بسخن الزيت يكون ساخن. وبعد كده بضيفه فوق النشا والدقيق اللي انا حضرته معاكم، وبأديه تقليبه كده بالويسك العادي او المضرب اليدوي. وبضيف عليها بنفس الكوبايه نص كوبايه من الحليب، بيكون درجه حراره المطبخ. الحليب لما يكون بدرجة حرارة المطبخ هيهديه درجة حرارة الزيت. وبعد كده بجيب 5 من صفار البيض. جبت كده 5 بيضات، فصلت الصفار عن البياض. وجبت كده بنزل بيضة بيضة وبديهم بالضربة بالويسك العادي او تقريبا لحد لما تختفي البيضة. واول ما تختفي البيضة الاولانية بنزل بالتانية، وهكذا لحد لما اخلص ال5 بيضات كلهم. بعد كده ادتني قوام كريمي حلو جدا. بجيب بولة تانية تكون ناشفة أهم حاجة، وبنزل البياض البيض اللي أنا فصلت صفارهم عن بياضهم. وبعد كده بجيب السكر البودر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبنزل واحدة واحدة كده بالسكر البودر وعليه ذرة من الفانيليا، واديهم ضربة كده بالمضرب الكهربائي، وافضل اضرب كده لمدة 5 دقايق. وبنزل كده واحدة واحدة بالسكر البودر. هكتب لكم كل المقادير بالمعلقة وكمان بالميزان. بعد كده بنزل بنص عصير ليمونة، وعندي ذرة من الملح. بفضل اضرب برضو لمدة 10 دقايق تانيين. وبنزل بباقي السكر البودر لحد لما يضاعف حجمه ويعمل لي كده منقار زي ما انتوا شايفين كده. استوى معايا بياض البيض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة يكون البولة اللي هتضربي فيها بياض البيض تكون ناشفة، ما فيهاش اي سوائل او اي مية. بعد كده بجيب المكونات اللي انا ضربتها صفار البيض بالدقيق، وبنزل بنص الكمية وبديها كده تقليبة. انا بشيل المضرب بقى تماما، وبدي تقليبة كده من فوق وتحت فوق مع البياض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبنزل بالنص التاني وبديها تقليبة كده من فوق وتحت. اهم حاجة ما نخرجش الهواء من البياض البيض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الغلطة بقى اللي انا غلطتها هقول لكم عليها. ده عطتني بقى قوام كريمي، مش قادرة اقول لكم قوام الكيكة ده عامل ازاي. قوامها كريمي حلو جدا. بعد كده بجيب الصينية بتاعتي. انا جبت صينية مقاس 24. الصينية بتاعتك لازم تكون مقاس 15 عشان تديكي ارتفاع زي الكيكة اليابانية اللي بتشوفيها كده في الفيديوهات الكبيرة. تكوني مبطناها بورق الزبدة، وبتديها كده ضربة وبتنزلي فيها الخليط، وبتديها ضربة وبتدخليها الفرن. بالنسبة للتسوية، التسوية على درجة حرارة 140. بحط صاج كده يكون فيه مية في قاع الفرن. وبحط الشبكة على الرف الوسط. وبحط الصينية في جوه صينية تانية أكبر منها، وبدخلها الفرن على درجة حرارة 140 لمدة ساعة كاملة. لازم تقعد معاكي ساعة كاملة في الفرن. بعد كده بسيبها تهدى تماما. طلعت معايا ارتفاعها مش قوي لأن الصينية كانت كبيرة على مقدار الكيك بتاعي. بتقدميها كده مفيش أي مشكلة لو انتي عملتيها في صينية 15 زي ما أنا قلت لكم. بعد كده ببتدي ان انا اقدمها. انا كان عندي الارتفاع كان قليل جدا، حبيت ان انا احشيها. كان عندي كريمه شانتيه مضروبه عندي في التلاجة. ابتديت ان انا اطلعها واديها ضربه تاني واحشيها. قسمتها كده في النص، حاولت ان انا اقسمها من النص. وابتديت ان انا احشيها زي ما انتم شايفين. مميزات الكيكه دي مميزاتها كتيره جدا، ان هي هشه تقريبا ما فيهاش ميزان حرفيا. وممكن تعملي بيها التورتايه تكون صغيرة كده، مش هتحسي حرفيا ان انتي بتاكلي كيكة. يعني ميزانها يعني خفيفة جدا، هشة وطرية ومتماسكة وطعمها حلو جدا. زي ما انا قلت لك اعمليها في صينية تكون صغيرة عشان تديكي الارتفاع اللي بتشوفيها في الفيديوهات، هشة وطرية وما فيهاش اي فراغات حرفيا. قدموها تعجبكم جدا قدام ضيوفكم، بجد خطيرة وطعمها حلو جدا. جربيها تعجبك جدا. انا عايزه بس اوريها لكم من جوه عامله ازاي، بجد خطيره ولونها يجنن. جربوها تعجبكم جدا. يا رب النهارده تكون الوصفه عجبتكم.